الفنان محمد حسن، ما سبب حب الفنان محمد حسن بطرابلس؟ ما سبب عشقه بهذه المدينة؟ هو من الليبيين ما يحبش طرابلس وما يعشقش طرابلس. حقيقة طرابلس شو بنقول عليها، هي مغلة في التاريخ، وطرابلس مدينتنا كلنا. وأنا سبق وقدمت في 77 رحلة نغم على كل الجماهيرية، يعني بنغازي، طرابلس، الجفرة، المناطق كلها. بفضل الله أنا والمرحوم فضل مبروك قدرنا إلى حد ما نقدم مجموعة من أغاني للوطن. وأجمل شيء فطرابلس نظرا لأن هي تشرفت بأن تكون عاصمة الثقافة الإسلامية، فحبينا نحن من خلال الأستاذ عبد الله منصور ومن خلالي أنا ومن خلال الفرقة الموسيقية أن نحن نحيي طرابلس تحية خاصة. وحاولنا قدر الإمكان نحن ما نكرروش الكلام، لأن سبق وقالوا كثير من الكلام، فنحن تكلمنا عن ناسها وأطفالها وأهلها طيبين. وهي طبعا دائما الملتقى طرابلس، ومهما قلنا في طرابلس يظل دائما هي اللي حضنتنا، وهي اللي هي بلادنا، هي الأم. يعني طرابلس كبقية المدن طبعا، لكن طرابلس لها مكانة خاصة نظرا لتكريمها بالثقافة الإسلامية، ونظرا لمكانة طرابلس التاريخية، وتستاهل الواحد يغني على طرابلس. وليش لا؟ يعني بالعكس، أنا وغيري من الفنانين يعشقوا طرابلس ويعشقوا كل المدن الجماهيرية عشق أبدي وألا محدود، انتفانوا في حبهم، ونتمنوا ان نحن كلنا نغنوا على مدننا وعلى احيانا وعلى قرانا وعلى مدننا الطاهره والشريفه. ليش لا؟ فتحيه مني ومن عبد الله منصور لهذه المدينه الزاهره والتي احتضنتنا جميعا، وستظل دائما شامخه، وستظل هي المزار وهي المناره للابد باذن الله. شكرا.
عاصمة الأحرار، يا عاصمة الأحرار، يا عاصمة الأحرار والحرية يا طرابلس. شرف